أهلا بكم. دعونا ندخل مباشرة في صلب الموضوع. نحن نقف اليوم أمام إرث أدبي تركي وأيغوري ضخم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عادة عندما نحاول فهم حضارة معينة نبحث عن مدن مفقودة أو آثار حجرية، صحيح؟ لكن ما رأيكم لو قلت لكم إن أعظم أثر تركته حضارة بأكملها محفوظ ببراعة بين دفتي كتاب واحد، كتاب تحدى الزمن ليحكي لنا قصة أجيال متعاقبة؟ كتاب واحد، عالم واحد. هذه العبارة بحد ذاتها مذهلة. الفكرة هنا ليست مجرد حبر على ورق، بل نحن نتحدث عن نص قديم استطاع فعليا أن يغلف كونا كاملا. إنها نافذة، أو دعونا نقول بوابة زمنية، تأخذنا مباشرة إلى طريقة تفكير شعوب بأكملها وأسلوب حياتها وتاريخها. العمل كله يقف كعالم مستقل ومتكامل بحد ذاته. إذن نحن أمام ما يمكن تسميته بصرح ثقافي مشرق لحضارة الأويغور. دعونا نتعمق أكثر لنرى ما يعنيه هذا حقا. بقاء هذا الصرح لم يكن مجرد ضربة حظ تاريخية، بل جاء نتيجة إدراك حقيقي بأهمية هذا التراث اللغوي. عمل محمود ليس من نوع الكتب التي تقرأها ثم تنساها على الرف أبدا. إنه ركيزة تاريخية، بل وآلة زمن حقيقية تربط الماضي بالحاضر. لفهم جذور هذه الحضارة العريقة التي ساهمت في تشكيل الوعي الإنساني، لا غنى لنا أبدا عن هذا العمل. الآن لكي نستوعب حجم هذا الكتاب العظيم، علينا أن نقلب صفحاته ونستكشف موسوعة المعرفة المخبأة داخله. النطاق الذي يغطيه هذا العمل يحبس الأنفاس فعلا. تخيلوا معي، النص يتنقل بسلاسة عجيبة من تدوين التاريخ واللغة والأدب والفولكلور ليصل إلى علوم دقيقة جدا مثل علم الفلك والجغرافيا والإثنوغرافيا. نحن لا نتحدث عن مجرد قاموس لغوي بسيط، بل عن خزانة أسرار وموسوعة شاملة. إنها ترينا بالضبط مدى اتساع مدارك تلك الحضارة، وكيف كانوا يعيشون حياة متكاملة ونابضة بالحياة. بالطبع، إنتاج وحفظ موسوعة بهذا الحجم لم يأتي من فراغ، بل تطلب عقودا من التفاني والجهد البشري الهائل. لنتأمل هذا المسار الزمني المدهش، نحن نتحدث عن 15 عاما كاملة. 15 عاما قضاها محمود في البداية لجمع هذا العمل وتوثيقه بدقة متناهية. ثم ننتقل إلى عصرنا الحديث لنجد أن العلماء المعاصرين استثمروا 3 عقود من الزمن لاستعادة النص وترجمته، وهو ما توج في النهاية بإنجاز محوري يتمثل في نشر الطبعة الثالثة. تفان يعبر القرون. 30 عاماً. هل تتخيلون حجم هذا الرقم؟ إنه التزام زمني هائل يعادل مسيرة حياة كاملة صبت بحب وتفان في عملية الترجمة وإعادة النشر. هذا الجهد الأكاديمي الدؤوب ل3 عقود يؤكد لنا شيئا واحدا: هذه المعرفة غالية جدا، وهؤلاء الباحثون شعروا بمسؤولية تاريخية عميقة لضمان بقاء هذا الإرث حيا. وهذا ينقلنا مباشرة للحديث عن الجنود المجهولين، أو بالأحرى العلماء الذين وقفوا وراء هذا العمل الجبار. ترجمة أثر تاريخي بهذا التعقيد مستحيل أن تكون مجهودا فرديا. لقد تطلب الأمر فريقا أكاديميا موحدا ومتناغما. أسماء مثل عبد الله إفندي وإبراهيم إفندي وشان إفندي وحبيب الله إفندي وعبد الرشيد، هؤلاء عملوا جنبا إلى جنب في مسعى تعاوني ضخم لفك شفرات النص للعالم الحديث مع الحفاظ على سلامته ودقته. المحرك الأساسي وراء كل هذا التعب يمكن تلخيصه في هذه الفلسفة العميقة: كل كلمة هي ثقافتنا. لقد تعاملوا مع كل كلمة يتم إنقاذها بقدسية شديدة، كأنها قطعة لا تتجزأ من روحهم وهويتهم. فقدان كلمة واحدة كان يعني ببساطة فقدان جزء لا يعوض من تاريخهم، ولهذا كان اهتمامهم بالتفاصيل دقيقا وصارما إلى أبعد الحدود. ما هي طبيعة هذه الكلمات التي كانوا يقاتلون لحمايتها؟ دعونا ننتقل لمعرفة كيف ترتبط لغتهم بالطبيعة. اللغة هنا تحمل أسرار الطبيعة نفسها، فمن خلال الكلمات التركية القديمة نرى ارتباطا بيئيا مذهلا. هناك تقسيما واضح ومنهجي، فمن جهة نجد مصطلحات مرتبطة بالمياه مثل سلاك وسلاك، ومن جهة أخرى نجد كلمات تخص اليابسة وتضاريسها مثل قشلاق وأطلاق وتزلاق. هذا التقسيم يبرز مدى دقة هذه اللغة في تفكيك عناصر بيئتهم المعيشية. لفهم الأمر بشكل أعمق، دعونا ننظر لمعاني هذه الكلمات.
قشلاق تعني المشتى وتنبض بقسوة الطبيعة والحاجة الماسة لملاذ آمن من البرد القارس. وتلاق هي المرعى وتنقل إحساس الراحة بوجود غذاء. أما توزلاق فتعني المسطح الملحي وهو عنصر حيوي للبقاء. هذه ليست مجرد مصطلحات جغرافية، إنها خريطة حية تنقلنا مباشرة إلى قلب تنقلاتهم الموسمية وتفاعلهم المستمر مع بيئة قاسية شكلت هويتهم. في الختام، يتركنا إنقاذ لغة الماضي أمام تساؤل مهم وعميق: كيف يعيد هذا الإرث صياغة فهمنا للتاريخ الحديث؟ الكلمات التي ناضلوا لعقود من أجل إنقاذها لا تخبرنا فقط عن الماضي، بل تمنحنا عدسة مكبرة نفهم من خلالها هويتنا الحالية وكيف تتطور الثقافات وتصمد عبر الزمن. التاريخ ليس مجرد صفحات صامتة، بل هو أصوات حية تنبض، والسؤال هو: هل نحن مستعدون للإصغاء إليها؟